أميرة، احنا في مصر مؤدبين، وبيسمونا مؤدبين لما ما بنمارسش الجنس او ما نفكرش في الرغبة الجنسية. مش معنى ان احنا مؤدبين ان احنا ما عندناش رغبة جنسية، عشان هما بيخلطوا بين الاتنين. اي انسان في الدنيا عنده رغبة جنسية، ده طبيعي. الفكرة ان هو بيمارس ده في اطار الزواج. ايه مناسبة بقى كل الافلام الاباحية اللي موجودة، وكل الافلام والمسلسلات وكل القصص اللي بتتكلم عن العلاقة الزوجية، وكل الكلام والايحاءات عن الرغبة الجنسية، وكل الكلام عن الجنس؟ انا لحد النهاردة مش قادرة افهم يعني ايه حد عنده رغبة جنسية فنقل ادبنا عليه، ذكر كان او انثى. لما حد يقول لنا انا بحب اكل الموز، الفراخ، الجبنة، ده شيء عادي. انما يجي يكلمنا بصراحة عن رغباته الجنسية، للأسف ده موجود اكثر في الافلام الاجنبي والاغاني الاجنبي. يعني انا بشوف جرأة مبالغ فيها في طلب الرغبة الجنسية من المرأة. شبابنا المصريين اتلقحوا قعدوا على النت، وانا بقولك وانا اكاد اجزم لو مسكت شاب من اللي اتحرشوا بيا من وانا صغيرة بسبب فرجتهم على الافلام السكس، اللي انتبهت ليه من حد الله يسامحه لما بعتلي فيديو لي ما يتعلق بالحاجات الجنسية، زنا محارم وجوز الأم مع البنت، والعناوين تشد انك تدخل تتفرج. الطبيعي ان الانسان عنده رغبة جنسية فممكن يدخل يشوف حاجة زي كده او يضعف. الفكرة في الافكار الغلط اللي بتتكون له عن ده، واللي محدش مستوعب فكرة ان اللي بيمثلوا افلام سكس اصلا بيمثلوها عافية غصب. اللي انت مش فاهمه هي جسمها بيرفع، ده دليل على رفضها مش موافقتها. العلاقة الجنسية او الانتهاك الجنسي او الاتجار بالبشر، انت ما تعرفش حاجة. يعني شوف، يعني انت بما ان انت مصر انك تشوف افلام سكس، فاحنا ممكن نخليك تروح الاماكن اللي بيحصل فيها ده. لو انت ترضى الانثى يجرالها كده، ما عنديش رد الصراحة. الحقيقة ان اللي بيتمارس مع البنات عشان يمثلوا الافلام السكس عبارة عن وحشية. اللي بتعترض على ده ممكن تاخد لها رصاص، وممكن جدا يمارسوا معاها الجنس وصاحبتها جنبها، وهتمارس برضو رجليها فوق قفاها. وممكن لو صاحبتها اعترضت يضربوا صاحبتها بالنار قدامها عادي، وهي برضو هتوافق. فهي تبقى قاعدة بتعيط انها مجبرة على انها تعمل حاجة مش عايزاها، وبتعيط على صاحبتها اللي اتقتلت قدام عينيها. يعني انا مشهد بشع، انا اسفة طبعا، عارفة ان انتوا بتتفرجوا على افلام السكس عشان نواياكم في حتة تانية وافكاركم ومعتقداتكم في حتة تانية، بس لا مؤاخذة انا حابة افصلكم، لا مؤاخذة معلش. يعني هي المشهد عبارة عن مجموعة بيتمارس معاها الجنس في نفس الوقت. واحدة تعبت والتاني مش راحمها، فحضرتها راحت رايحة له مكانها. ايه رأيك لو انا وانتي ومجموعة صحاب كده حصل لنا شبه مسلسل قضية رأي عام، بس الفرق ان احنا اتخذنا في مكان 5 6 بنات بيتمارس معانا الجنس قدام بعض، بلطجة، ومرفوع علينا الأسلحة، ونصوت ونعيط محدش هيغيظنا. نعمل ايه؟ تقفي لصاحبتك
تغتصبي من أعنافهم مكانها عشان يرحمها شوية. أول ما سمعته بيغني، أول ما شفته شفت قد ايه الولد ده عنده رحمة، وولد جدع ومحترم وعنده أخلاق ودين. ده أول ما سمعته. أسكت؟ أبدا. أنا بقيت مدمنة إن أنا أسمعه وأسمع أغانيه. فنمت، حلمت بيه، حلمت بيه مرتين. مرة إنه موجود عند قرايب لينا، كان هو وصحابه. دخلت لقيتهم هما جوه وهو كان معايا بره، أو هو بره وأنا جوه وهما جوه. كان الموقف يقلق شوية أو يخوف. وصحيت من النوم على كده، ما فهمتش ايه ده. المرة التانية حلمت بيه انه بيغتصبني. أي لحظة ما نمت فتخيلت للوهلة انه بيعمل كده وانا نايمة، فقمت من النوم مفزوعة. دماغي مش جايباني ابدا اصدق ان هو ممكن يعمل كده. هو ما بيفكرش كده عقبال عندكم يعني. هو الولد ده ما بيفكرش في الجنس اصلا. معلش دي طفرة ما حصلتش، عشان كده انا ماسكة فيه بايدي واسناني عامل زيي. ما عندوش مزاج لانه يمارس الجنس اساسا. بيتخنق، نفسيته بتتعب من الحاجات دي. خجول في الحاجات دي. انا بقى عندي فضول لما جه يتجوز. السؤال بس، انتي متأكدة من الموضوع انك تتجوزيه؟ ده ولد، محدش يقول اي حاجة على رغبته الجنسية، الموضوع مش كده. بس فكرة ان احنا ممكن نكون نخليه عذراء. انا راجل طلع يشتكي يقول انا عايز احافظ على عذريتي يا ناس. والله العظيم 3 انا قريت البوست اتصدمت. هو في كده؟ اه. لا وده حصل مع شباب كتير مش واحد. انا مش عايزه اعمل حاجه حرام يعني. ماشي انا عايز اغني بس مش عايز ازني. اللي هو تقريبا في بنات راحت له تقول له انها عايزه تمارس الجنس معاه. فتقريبا مركب طلع لي، هو والجيش الامريكي اتفقوا عليا. مارك من ناحيه ووائل غنيم على اليوتيوب من الناحيه التانية. اتفضلي. ايه ده؟ خدي عالجي. ماله ده؟ ده عنده نفس المشكله اللي عندك، مش عايز يزني. انه مش عايز يزني بقت مشكلة، مش ان ده الطبيعي عند المسلمين او اننا في مصر. يعني انا في 2013 ابتديت اتفاجئ ان مصر عادي عندها التحرش والاغتصاب. ولا ايه؟ تخيلي ان ممكن يكون اصلا عند المصريين البنت تفقد عذريتها عادي من وهي 18 سنة، بس ده مش ظاهر قدام الناس. حاجة اوسخ من امريكا. انا صعقت الصراحة. لا، استحالة يكون بيغتصب بنات. اصدق اي حاجة تانية اللي دي. ان إن يكون عنيف او بيضرب او بيجبر واحدة على انها تمارس الجنس معاه. لا، مش مصدقة. لا 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 لا، مش كلام. وانا بقى اللي من ساعة ما شفته بقيت في حالة من الانهيار النفسي دي. عايز اثبت لنفسي باي طريقة ان هو ما بيعملش كده. ما اعرفش بقى، الموضوع بالنسبة لي حياة او موت، مش فاهمة ايه ده. بقيت عايزة، فكرت ان انا فعلا عايزة اروح اسأل مراته. هي قالت هو حنين قوي معاه. هو فعلا كده ولا ايه؟ لا بس انا عموما عايزة حد حنين عامة، مش عايزة حد حنين اتجوزه قوي يعني. موضوع ان انا اتجوز ده صعب.
انا لما حد بيكلمني عن الجواز بفتكر حاجة اصعب من اللي بشوفها، من اصعب من الحرب. ضابط جيش دخل على دولة، راح ضرب رصاص بالخطأ، فجت واحدة منهم فيا وموتتني، فمت شهيدة. شكرا يا راجل، احنا لسه هنتأسر وهنروح عبد ونغتصب ومحدش يرضى يعبرنا في جوازة. انا كنت كبيرة وعالية وزي الفل، انتهك عرضي ليه؟ عشان اوطى بالعافية. دي نصيحة بقى للي بتقول، يعني للي بتسمع وبتعمل ده، للي بتتنك على الشباب وما بتقدرش تعمل حاجة حرام معاه وبتحافظ على نفسها وعذريتها، وللي شايفة نفسها، واللي بتخاف ربنا قوي، واللي فعلا حاسة بنفسها وبكرامتها وانها عالية. قول يا رب. احنا قدامهم ضعاف جدا. تحسي انك تبقي بنت عالية وكبيرة ومش قليلة، وتنتهج الجنسية وتبوسي الايدين والرجلين علشان تترحمي. لا، متكبريش على الرجالة. لو لمحتك هضربك بالرصاص. متكبريش على الرجالة ابدا. اكومك في حتة برصاصتين قسما بدين الله، لو كبرت في دماغ واحد فيهم ان هو يعمل المستحيل عشان يخلي مناخيرك في الارض، مش هعرف اعمل له حاجة. هتبوسي ايديه ورجليه عشان يرحمك. لا، متكبريش على الرجالة، متقليش ادبك عليه. عمل لك خير ربنا يكرمك وشكرا، عمل لك شر يجري منه، ضايقك شتمك قالك اي مكان، امشي من كلمه وتقولوش ولا تعملي ذكر، ولا تقولي هقل ادبي، ولا تقولي انا هوري لك، ولا الكلام ده كله. انت قوتك في ضعفك. انتظري لحد ما تجيلك رصاصتين يجيبوا اجلك احسن، بدل ما تلفلفي وراكي رجالة الارض كلها عشان تيجي تلحقك وانتي بتنتهكي جنسيا. متعمليش كده، يلا ايدك تترفع على راجل في حياتك. ليه وليه؟ هو اخدني يعمل علاقة معايا من ورا، وراح لاهلي يرتبط بيا بان هو كده كسر مناخيري، وانا رفعت ايدي عليه وضربته بالقلم في سان استفهام. تضربيه بالقلم وسط الناس؟ كبرت في دماغه انه يوديني لاصحابه يغتصبوني. كنت اول مره في حياتي ارفع ايدي على راجل غير اخويا. اتعلمت ما مدش ايدي على راجل طول حياتي. مهما حصل ما تقليش ادبك ولا تمد ايدك على راجل. نصيحه لوجه الله. ولا تتنكي ولا تتكبري عليه. ان اي حد يكلم خرصه، ابقي عرفي مجموعه صحابك انك خرصه، يلا كلنا نجري من قدامه. احنا بنات مرعوبين وهنعمل بيبي كلنا على روحنا دلوقتي عشان ترتاح. اقول لك على حاجه، احنا هنقتل بعض بالرصاص. ابقى مارس الجنس مع الجثث بقى.